أحبائنا الكرام، مرحبا بكم في فيديو آخر وبودكاست كلمة حق لمن يستحق في هذه الدردشة البيئية النيروبية العفوية. عندنا مدة نقدم لكم في حلقات أنا وصديقي محمد صادق عون فيها استذكار وتحية في نفس الوقت لنخبة من الإطارات ومن الرجالات والنساء أيضا اللي قدموا إضافة نوعية مهمة جدا في مراحل التأسيس للمسألة البيئية. طبعا نوعدكم اللي ثم مرحلة قادمة باش نمشيو للتحديات والإشكاليات وللأسماء أيضا اللي تأثث المشهد من الجيل الراهن الآن. باش نتحدث عن شخصية مميزة جدا متجذرة أساسا في جزيرة الأحلام جربة، الدكتور محمد مسعود يمون. مسعود يمون هو طبعا جامعي ومهندس وخبير وناشط ومؤسس لعدد من الجمعيات. مسعود يمون يعرفوه خاصة في جربة، يحترموه كثير وعنده أيادي بيضاء وعنده مسيرة طويلة جدا تكاد تكون ربما نصف قرن من العطاء لجزيرة جربة وللجمعيات في تونس وللثقافة وللتاريخ وللجامعة أيضا. عنده أوجه متعددة مسعود يمون، ما نجمش نحكي كان على البيئة ولو عنده علاقة وتيدة بالعمل البيئي وساهم في دعم العمل البيئي وحماية خاصة جزيرة جربة اللي كانت مهددة وتعرضت لمشاكل كبيرة برشا من جراء التوسع العمراني وخاصة السياحي، يعني النشاط السياحي اللي كان بين ظفرين متوحش في السبعينات، فكان من المبادرين إلى بعث جمعية صيانة مدينة تونس قبل كل شيء، ثم جزيرة جربة مع نخبة من الإطارات. كانت وقتها لحظة استجابة لنداء الخطر، نجم نقولوا لحظة فزع، كانت وقتها من ما يهدد الجزيرة هذه وين ماشية بالنشاط هذا اللي بدا يشوه في المشهد. وفعلا اللي يمشي للجزيرة ويقارن معناها الطابع المميز للجزيرة ويشوف الجوانب الأخرى اللي فيها الأنشطة المكثفة والبناء، معناها رغم اللي ثم حرص كبير بمجهود خاصة من الجمعية هذه اللي كانت فيها مجموعة كبيرة من الإطارات الوفية والمناصرة لأنه تبقى جزيرة جربة بالمعالم نتاعها جزيرة مميزة، عندها طقوسها الخاصة، عندها التعايش بين الأديان، عندها نمط معماري مميز، عندها الهدوء نتاعها، ما تقبلش الكثافة نتاع البناء، وهي منطقة صغيرة محاصرة، عندها ندرة موارد سواء من الشواطئ ولا حتى من المياه. فمش معقول يكون النشاط التنموي هذا اللي عرفناه في بلادنا مع بوكير الدولة الوطنية في مجالات أخرى كما التصنيع في مناطق كما جابس وصفاقس، وأيضا في جربة كانت السياحة بنسبة كبيرة عندها انعكاسات أخرى سلبية، صحيح اشتغلت ووفرت موارد ولكن أثرت سلبا على المنظومة البيئية. هذا الإسهام الرئيسي الأول للدكتور مسعود يمون اللي كما قلت هو يعرفوه الجرابة. مسعود يمون عنده شخصية خاصة جدا وما كانش إنسان روتيني يكون ربما يقبل باش يكون رقم من الأرقام، كان رقم صعب وذاك علاش دفع الثمن. والجمعية في وقت من الأوقات غادرها، وهذا طبعا وثقناه في شهادته اللي نشرناها في كتابنا جمعيتنا البيئية الحال والآمال، تحدث على مغادرة الجمعية مع مجموعة وأسسوا جمعية أخرى لأنه حسوا اللي ضاقت بهم الجمعية لمشاكل معينة تنجموا تتوقعوها وحدكم في الجمعيات، لأنها متواترة في الجمعيات، كثير من الجمعيات التونسية اللي وصلت حتى صارت فيها انشقاقات وصراعات وتم حل حتى بعض الجمعيات التونسية في بعض الجهات الأخرى. فخرج من الجمعية هذه الدكتور مسعود يمون مع لفيف من رفقاء وأسسوا جمعية أخرى. والشهادة هذه بين قوسين لما نشرناها في الكتاب أوائل 2010 فوجئت يوما وأنا أعود للوزارة، كنا في رحلة عمل مع وزير البيئة في جربة، ورجعت مباشرة تلقيت اتصال هاتفي قال لي يا سليمان عندنا مشكل كبير. قلت له ماذا؟ قال لي يمكن باش نمشي أنا وياك للمحكمة. قلت له ماذا يوجد؟ قال لي جماعة في جربة شاكين بنا، يبدو أعتقد الصدق مهني أو يعني أحد أو مجموعة ما عجبهمش، يعني ساءهم ما قالوا مسعود يمون، وهو يروي على مسؤوليته طبعا ما حدث آنذاك وانتقد السلوك اللي أدى بهم إلى مغادرة جمعية صيانة جزيرة جربة. والحمد لله بعد أنا شفت بعض المحادثات في يعني نجم نقولوا بوتقة أو صندوق محادثات داخلية بيناتهم، وكان بالعكس صادق مهني أو صادق بن مهني الله يرحمه اللي هو والد لينا بن مهني أيضا
كان يدعوهم إلى أنه يلتفتوا إلى المسائل الأهم. هذه مش قضية كبيرة برشا وحديث نشر في كتاب. وطبعا مسعود يمون حدثني على مشاكل أخرى، تعرض لتضييقات كبيرة برشا اللي لاحقت اليوسفيين بشكل عام. ومن بين ذلك عنده مؤسسة يعني صناعية، صناعة أجبان في برج السدرية، تعرضت للحرق في أوائل الثمانينات أعتقد والتدمير، وما زالت إلى الآن يعني أثر بعد عين، لأن ما زالت كل الأطلال الموجودة هذه. قال أنا عوقبت لمواقفي، وقتها كان ثم موقف رسمي في العهد البورقيبي ضد اليوسفيين. ويبدو أنه جربة بشكل عام يعني كانت في تقييم الكثيرين كانت دفعت ثمن أن صالح بن يوسف هو ابن جزيرة جربة. وهذا قوس آخر، لأنه كما قلنا شخصية مسعود يمون متنوعة ومتعددة. هو أيضا جامعي، برشا ما يعرفوش، درس في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس لينيت، وأثر حتى رسائل دكتوراه. وراني أنا شفت رسائل أثرهم بنفسه. مسعود يمون أيضا رحالة عمل رحلات بالسيارة في الستينات أعتقد والسبعينات، أوروبا، شرق أوروبا، وعنده خاصة على مستوى المغرب العربي، الجزائر بالذات يحبونه. يعني أنا مشيت معه للجزائر أكثر من مرة، زرنا الجزائر وهو يقود طبعا، وهو يعشق التحدي والمغامرة. وكانت مغامرة كبيرة لما مشينا من تونس العاصمة إلى توزر ثم إلى واد سوف ثم طلعنا لبجاية. تصوروا قداش معناها رحلة طويلة جدا، وهو مش في عمر الشباب، يعني هذه الحكاية من 6 أو 7 سنوات تقريبا. ولاحظت قداش يحبوه أيضا في الجزائر، وقداش عندهم التفاف حوله. طبعا اللي يقول مسعود يمون أيضا يقول الإباضية، لأنه سي مسعود رمز الأصالة الجربية، وبين ظفرين المذهب الخامس هذا والخومس اللي يثير نقاط استفهام. مش هذا المجال الحديث عليها، لكن أنا نتذكر سي مسعود قادني يوما لجامع الهنتاتي حيث الدكتور فرحات الجعبيري اللي هو رمز، وهو جامعي كبير ومفكر طبعا وفقيه، وقبلناه وقتها في شهر رمضان بعد نهاية صلاة التراويح اللي أديناه في جامع الزيتون المعمور. ومرة ثانية أيضا في مقر جمعية مقرها موجود قرب كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بتونس، وقابلنا أيضا الدكتور فرحات الجعبيري، وشفت قداش العمل نتاعهم الجمعية دي قداش فيه معناها تنظيم ومؤسسة نجم نقولوا وجدية وإشعاع العمل نتاعهم طبعا حتى خارج حدود الوطن. حدثني سي مسعود على عمل في بوركينا فاسو لدعم قرى ومتساكنين هناك في إنشاء بعض المرافق. سي مسعود يمون هو كما قلت قصة طويلة جدا، ما نجمش نفردها في حديث في فيديو في بضع دقائق، واحنا نحاول أن تكون هذه الأحاديث نتاعنا وجيزة. حبيت نقول فقط أنه سي مسعود أنشأ مؤسسة أو فضاء أو مكتبة أو معلم في جربة موجود قريب من غيزن في جربة. هذا منذ هو مركز متوسطي للسياحة، فيه معناها زيارات ويقبل وفود وينظم حتى مخيمات مغاربية وغيرها. هو في حد ذاته تحفة المعلم هذايا، في حتى مرصد جوي وعنده زوارق. الأخ مسعود يمون يعني هو يعشق الرحلات البرية، والسيارة نتاعو أول ما خذاها في الفترة الأولى غرقت في البحر. عنده ابنه تقريبا قاد السيارة هذه وغرقت في البحر، ثم صارت مشكلة أيضا في الرمال، ولكن مع ذلك تتحدى مثله الصعاب وتواصل هذه الرحلة ضد التيار، يجدد ضد التيار دكتور مسعود يمون. وعنده الكلمات نتاعو، الكلمات الصادعة المسموعة، خاصة في كل ما يتعلق بدعم التراث في جربة، وهو دائما في الصفوف الأولى لكل نشاط وكل فعالية فيها خدمة لحماية جربة ونشر الثقافة ونشر المعرفة. لا يبخل أيضا بدعم كل مبادرة. الدكتور مسعود يمون إلى الآن يواصل نشاطه وإشعاعه الثقافي والجمعياتي والبيئي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.